بعد 6 شهور في إيطاليا أخيرا راجع مصر. حضرت الشنطة، الكاميرا جاهزة، وإن شاء الله هنتحرك دلوقتي. Ciao cari. Have a good trip, man. No. Pasquale. Ci vedi. Ciao. Ciao Sì. bello. Grazie. Ciao bello. ciao. الساعة دلوقتي 8:30، داخلة على 9:15، والباص بيجي الساعة 9، فهروح إن شاء الله استنى الباص علشان ياخدنا على محطة القطر، ومن هناك نطلع على المطار بإذن الله. Ciao Desiree, ci vediamo a marzo. Scendo a Egitto. Sì, per 15 giorni. Che tu poi non te la dimentichi quando torni. Grazie. Ciao. قالت لنا ان الاحسن ان احنا نسيب المفتاح هنا علشان ممكن ننساه في مصر ولا حاجة، فبدل ما ننساه هنسيبه هنا ونبقى نيجي ناخده عادي. نشوف على ابلكيشن موفيت اللي كنت قلت لكم عليه قبل كده، الطريق للمطار. نكتب فيوميتشينو. مفيش باص دلوقتي. المسافة مش كبيرة، هي حوالي 20 دقيقة. انا مشغل الكشاف عشان انتوا مش عارفين تشوفوني من الضلمة. انا كنت بتمشاها للجامعة كده كده، فهي مش بعيد، فبفكر اتمشاها بدل ما استنى. ركبت الباص ووصلت، ركبت القطر، وان شاء الله هنروح على المحطة نغير، ناخد القطر اللي بعده ونطلع على المطار بإذن الله. الساعة دلوقتي 9:15 ومفيش اي حد في القطر. يعني بصوا، انا تقريبا لوحدي في العربية، معايا 2 بس. الساعة بتيجي 7:30 8 كله بينام. المشكلة ان المحطات دي بالليل بتبقى خطر شوية، بيبقى فيها ناس مش كويسة وكده. الافضل ان انت ما تروحش طبعا بالليل في الاماكن دي، لكن احنا مضطرين فغصب عننا هنروح يعني. وبعدين احنا مصريين فقشطة، مفيش مشكلة، بنتعامل. هروح اغير القطر، اخد خط تاني يوديني على المطار على طول. وصلنا الحمد لله. شوف بقى القطر التاني فين، لان انا مش عارف. هنشتري من المكنة دي التذاكر. وان واي كنتينيو، كله ب8 يورو. الساعة 10:06. سكوزي non capisco. جو كون كارت. ندفع هنا بقى. اشترينا التذكرة. ده الرصيف بتاع مطار فيوميتشينو. هنطلع بقى. القطر بتاعنا وصل. وصلنا الحمد لله المطار. هروح ادور بقى على التيرمينال بتاعي، والمفروض تيرمينال 3 ندور عليه، نشوف بقى مكان نقعد فيه لحد ميعاد الطيارة. مش عارف بقى التيرمينالز منين. طلع قدام مكتوب هنا اهوت تيرمينال 1 وتيرمينال 3 على اليمين. هنمشي بقى. المرة اللي فاتت لما وصلت طلعت من التيرمينال علشان اوصل هنا عند القطر، مشيت كمية مشي حوالي مثلا 3 كيلو جوه المطار. كتير قوي بجد. في اشارات بقى كتير بتعرفك ازاي توصل وكده. يعني بص، هو هنا بيقول لكم عايزين تروحوا تيرمينال 1 طوالي، تيرمينال 3 على الشمال. احنا المفروض في تيرمينال 3، بس هم كانوا بيقولوا ان تيرمينال 3 بيقفل. انا هروح ابص على تيرمينال 3، لو قفل زي ما بيقولوا نبقى نرجع تيرمينال 1 تاني. كده احنا دخلنا تيرمينال 3 اعتقد. بصوا بقى هنا المطاعم والكلام ده والحمامات وبتاع. بصوا المطار حلو بصراحة وكبير جدا. بيبقى فيه بقى الشاشة اللي على اليمين دي بتعرف منها الجيت بتاعتك قبل ميعاد الطيارة. هنا في بونشي ده محل بيتزا مشهور. وفي طبعا ايطالي ده مشهور قوي برضه. مشكلة الحاجات دي الوحيدة انها غالية قوي. يعني هتيجي هنا تاكل اي حاجة هتلاقيها مثلا 30 يورو 20 يورو. نحاول نشوف المنيو بتاعهم برضه. بصوا مثلا دي اسعار الكافيه ده. لو مثلا عايزين سلطة بفراخ 16 يورو، تيراميسو ب6 يورو، الباستا 15 يورو. انا جاي بدري قوي، ميعاد الطيارة بتاعتي الساعة 6 الصبح، والساعة لسه دلوقتي داخلة على 11، فهقضي الليلة هنا. لقيت بقى المكان ده فهقعد اشتغل فيه. مكان هادي وفيه كهرباء وبتاع. هو كافيه بس هو قافل دلوقتي تقريبا، وحلو يعني وهادي، والنور بتاعه هادي، فهقضي الليلة اشتغل بقى في الفيديو. في واحدة ست كده شافتني وانا قاعد، فقالت لي ان انا لازم اقوم واسيب المكان، فطلعت بره شوية. بعدين لقيت مكان تاني قعدت فيه. هو يعني مش احسن مكان في الدنيا ومش مريح، بس طالما في فيشة فتمام، احنا زي الفل. شغال دلوقتي على مونتاج فيديو اسئلة واجوبة وكده، Q&A عن السفر والدراسة في ايطاليا والكلام ده كله. يا رب يعجبكم ان شاء الله. هحاول ارفعه النهاردة على اليوتيوب. بس البوردنج، ودلوقتي رايح في الويتنج اريا، في شوبينج وبتاع، اماكن شوبينج وكده، هنروح فيها لحد ما يفتح. خرجت بقى دلوقتي، طلعت الدور التاني. الحاجات هنا كلها قافلة. في كافيهات كتير موجودة في الدور، وفي بيانو هنا زي ما انتوا شايفين وبتاع، بس كله قافل. يعني بص، في برضو الدور ده مش عارف ده ايه، بس اغلب الحاجات قافلة. رحت بقى جبت لي كوباية قهوة من هنا، ولقيت عندهم فيشة فقلت اقعد وهكمل شغل بقى علشان اخلص الفيديو. ده الدور اللي فوق، في حاجات كتير قوي فيه، لسه مكمل لحد هناك.
وفي دور تحت كمان مليان بقى براندات كبيرة، بندورا ولوي فيتون وبرادا وكل البراندات الكبيرة وبيربري، بس كلهم قافلين. كوباية الاسبريسو بيقولوا 60 سنت. حاسس انه مش كتير بصراحة الاسبريسو في مطار وكده، فالسعر كويس يعني. سعر القهوة هنا في ايطاليا عموما مش غالي قوي. الدنيا اتزحمت قوي بعد ما قعدت بشوية، بقى في ناس كتير قوي موجودين. تقريبا انا اللي كنت جاي بدري يعني زيادة عن اللزوم، بس بقى في ناس كتير والدنيا كلها فتحت وكله اشتغل خلاص. الساعة دلوقتي 5 الفجر. الرحلة بتاعتنا خلاص في بوابة رقم اي 16 هنروح ليها دلوقتي. حاليا بقى في رحلة التدوير على بوابة اي 16. يا رب تبقى قريبة عشان مش قادر بصراحة. بصوا كل حاجة فتحت خلاص في المطار، مش كله قوي يعني، في حاجات لسه قافله. المطار شكله روش قوي بصراحه، عايز له لفه قوي. وتحت بقى في براندات كتير، شايفين تحت مثلا في برادا. هنا بيقولوا ان الجيت من اي 5 لاي 61 يمين، فاحنا هنروح يمين بقى. المطار هنا مركز تسوق هايل بصراحه، يعني اي حد فاضي يجي بس متاخر شويه هيلاقي كل انواع البراندات اللي هو نفسه فيها. احلى حاجه هنا في المطار الساينز والاشارات موجوده في كل مكان، بتخليك ما تسألش اصلا يعني، ما بتحتاجش حتى انك تسأل اروح فين او اعمل ايه. الدنيا سهلة وبسيطة. حتى هنا برضو ممكن تلاقوا كافيه بسيط كده بيبيع كرواسون، بيبيع بيتزا، بيبيع حاجات بسيطة، وقهوة طبعا. القهوة هنا في كل مكان. بصوا بقى البوابة بتاعت المصريين مليانة ناس ازاي. مسهل يا رب. دايما المصريين بيحبوا يقفوا كده قدام البوابة قبلها بساعة مثلا، يستنوا ياخدوا وقتهم يعني. الناس كتير قوي ما شاء الله يعني، شايفين طيارة مليانة. وزير بقى المفروض الشنطة بتاعتك تدخل في الحجم اللي هم عاملينه ده، لو ما دخلتش هتدفع عليها فلوس. شايفين كمية الناس قد ايه؟ ده الممر بتاع الطيارة يعني، احنا قدامنا حبة حلوين. دخلت خلاص الطيارة وقعدت في الكرسي، اخر كرسي في الطيارة جنب الحمامات، اسوأ كرسي. المكان ضيق جدا، وزير طبعا معروفة ان المكان ضيق جدا، يا دوب بتبقى قادر تفرد رجلك. بس انا مش طويل قوي، فالموضوع بالنسبه لي مش مشكله يعني. بصراحه اتمنى ان محدش يقعد جنبي، بس طبعا هيقعدوا جنبي يعني عشان في ناس كتير قوي بره لسه ما جاتش، بس خلينا نتمنى ان كان يحصل. بصوا يعني هو يا دوب، بس يعني ايه تمام، مش عامل لي ازمه بصراحه. انا اخر واحد في الطياره. اخيرا وصلنا الحمد لله. وصلت مصر بعد 6 شهور. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain. وصلنا الحمد لله، ودلوقتي رايح افاجئ اصحابي ان انا وصلت. محدش منهم يعرف اي حاجه خالص، فهروح افاجئهم وتعالوا نشوف الرياكشن بتاعهم. Yesterday, I know my kingdom awaits, and therefore keep on my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and therefore keep on my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and therefore keep on my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and therefore keep on my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and therefore keep on my mistakes. انا ماشي السبت الجاي. انا قاعد انا نفس الاسبوع. انا قاعد. بعد كده قررت ازور القاهرة القديمة، القاهرة الاسلامية، كان نفسي اشوفها من زمان، زي جامع الازهر. وبعدين دخلت جامع الحسين وشفت مقام الحسين. بصراحة التجربة هناك وهمية. مسجد الحسين مسجد كبير جدا، وصليت هناك. وشفت كمان مسجد المعز والمنطقة بتاعت خان الخليلي، واجواء رمضان هناك كانت حاجة خيالية. شفنا التفاصيل الاسلامية في كل مكان حوالينا. وبعدين خلاص خلصت الاجازة ورجعت ايطاليا. رجعت ايطاليا، ودلوقتي في شويه حاجات محتاجين نجيبها
عشان نملى التلاجة وكده، فيلا بينا. طبعا هو واحد بس اللي بنلجأ له في المواقف دي. ليدل هو ارخص مكان في اوروبا ممكن تشتري منه اي حاجة انت عايزها. عندهم كل حاجة، كل الطلبات اللي انت محتاجها وبأسعار حلوة جدا. طبعا اللحوم والكلام ده بنجيبها من الجزارة، بس من هنا بنجيب اغلب الحاجات التانية. خلصنا شوبينج ودفعنا، دلوقتي بقى نروح على البيت. كده نكون وصلنا البيت. ليدل بعيد شوية، بس بالنسبة لي أحسن كتير من إن أنا أشتري من أي سوبر ماركت تاني، لأن هو بيبقى عنده كل حاجة تقريبا وبسعر أرخص كتير من السوبر ماركتات التانية. فبمشيله شوية وبمشوار بيبقى طويل أو بركب الباص أو كده، بس في الآخر ورثت يعني. نحضر بقى الفطار. هعمل النهاردة كبدة. جبت كبدة من الجزارة بالشكل ده، غسلتها بس وحطيتها في الطبق ده يعني، وهبدأ بقى اعملها. عملت برضو رز علقت عليه علشان يطيب على ما اعمل الكبدة. هي الكبدة ما بتاخدش وقت، بتتعمل بسرعة، فالرز خلاص هيطيب قريب. فهبدأ دلوقتي احضر الكبدة، فيلا بقى نعملها مع بعض. هسخن الطاسة الاول واحط فيها شوية زيت. هي الكبدة متقطعة وجاهزة، يا دوب بس انها تتشوح يعني بسرعة، وهحط شويه ملح وفلفل وبتاع ونعمل الكبده. هي ما بتاخدش وقت وحاجه سريعه بتتعمل بسرعه، فهعملها بقى على الفطار النهارده. هنستنى بقى لما الطاسه تسخن وننزل بالزيت، وبعد ما ننزل بالزيت نحط الكبده. لازم الزيت يبقى سخن جامد علشان الكبده لما تنزل تاخد الصدمه، وبعد كده بنوطي النار عليها. هي والدتي اللي قالت لي كده يعني، انا طبعا ما اعرفش اي حاجه، فهنا بطبق الكلام اللي بيتقال لي بالظبط. وننزل بالزيت، نحط شويه زيت بقى حلوين علشان ايه، الزيت ده بنستخدمه بعد كده بيبقى زي صوص كده. نزود زيت، زود. الطاسة عندي لو تلاحظوا بقت مميلة كده واخدة جنب، معرفش ايه اللي حصل لها، بقى فيها حتة من تحت كده، فبقت بتخلي اي حاجة تميل على طول، دايما مميلة الناحية دي كده. انا اول ما اشتريتها كنت فاكرها حاجة نظيفة يعني، بس طلعت كواليتي وحشة قوي، هي والحلة دي كمان. بس مش مشكلة يعني، دينا بنتعلم. هنستنى بقى لما الزيت يسخن، وبعد لما الزيت يسخن هنحط فيه الكبدة على طول. هنا الرز انا سايبه بيتلدن كده يعني، حاجة بسيطة على النار. هنحط بقى الكبدة دلوقتي، نحط عليها بقى رشة ملح وفلفل ونقلب بقى كده. خلاص يكون الكبدة جهزت معانا والرز وكل حاجة جاهزة، فدلوقتي بقى نروح ناكل. فطرت ودلوقتي هروح علشان اصلي التراويح، اول مرة اصلي التراويح في ايطاليا، فيلا نروح نصلي مع بعض. ذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. صليت التراويح ودلوقتي راجع على البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هننهي الفيديو هنا. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واعملوا سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين تعرفوا اي حاجة عن ايطاليا او عن الدراسة في ايطاليا. هبقى معاكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله، هقول لكم على كل اللي انتوا عايزينه، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.